خوتي صباح الخير. في هذا الفيديو غادي نخرج نديكم سانترال بارك، كرسي متحرك. راه قلبت في يوتيوب كامل ما كاينش اللي كيدور في سانترال بارك كرسي متحرك. غادي نوريكم بي او في ديالي. انا خرجت قطعت البارك مور الدار، وهو تبع هاد الشارع الكبير. هاد الشارع في الاخر ديالو كاينه واحد ستاسيون ديال السابوي فيها لاسانسور باش كنطلع فيها بفوتوي غولو. كانت مهمة بزاف انني نسكن حدا شي محطة ديال الصابواي اللي فيها لاسانسور بحال هكا، باش نبقى نتحرك فيها بوحدي، ما نحتاج لا طاكسي لا اللي يعاونني لا حتى واحد. كننزل بالفوتوي غولون بحال هكا وكنقطع البارك، كننزل مع هاد الشارع حتى كنوصل للمحطة ديال الصابواي. محطة التران هكا فيها لاسانسور راه هي اهم حاجة ملي كتبغي تختار حي فين تسكن وانتي عندك كرسي متحرك بحال هكا. ولكن هذا النهار هذا فاش وصلت للمحطة هنا يلا قاطع الطريق ودرت باش نشوف لاسانسور، وانا نلقى لاسانسور ما خدامش، out of order اليوم. مشكلة ولكن هانية. بديت كنقلب في التليفون كنشوف محطة اللي مر هادي اللي فيها لاسانسور واش بعيدة، بشي 5 ولا 6 ديال لي زاغي في السابواي. بديت عاود كنقلب الى عيطت الاوبر، عيطت الطاكسي غادي يجي غالي، وانا ما متوقعش انني نصرف فلوس في هاد الخرجه كاع. نخلص المترو ونطلع لسانترال بارك. 3 دولار وصلت لتما. اوبر راه غيدير ليا 30 دولار باش يديني، ولكن تفكرت ان هذا الفوتوي غولون الكتريك راه كيمشي شي 15 كيلومتر. قلبت على المحطة ديال التران اللي فيها لاسانسور، جات 42 43 دقيقة بالكرسي متحرك. غادي نشد الطريق وغنمشي ليها بفوتوي غولون حتى تما ونشد التران. نهانية 45 دقيقة راه ماشي بزاف. يلا هاد الحي هذا راه هو فين ساكن انا، حي شعبي بزاف. شي فين دايز هكا حدا تراكس ديال التران اللي كيدوز الفوق. وكرسي متحرك ديما عنده فين يدوز. واخا الحي قديم كتلقاه شعبي، كتلقى كلشي كاع لي طروطوار كاع لي ماغازان مقادين باش يدوز فيهم كرسي متحرك. الناس هنايا واعيين بهاد القضيه ديال disabled people. كرسي متحرك خصو ديما يلقى كيفاش يدوز، امكانيه الوصول. حنا وصلنا للمحطه ديال التران اللي غادي نطلع فيها. اول مره كنت جيت لهاد المحطه دخلت ما عرفتش منين ندوز، حيت كانوا جوج ديال الترانات، كاين دي والان. بقيت كنسول الناس خدامين هنايا حتى وراني هذاك الدري الطريق. هذا اللي خدام هنايا قال لي طلع من هنا، ولكن غلط، عاد دوزني لاسانسور واحد اخر. بقيت الدري طالع عليه حتى هو وقال لي دوز لاسانسور الثاني وقطع وعاد خذ التران باش تطلع سنترال بارك. ها هو التران ديال سنترال بارك هنايا. هاد التران هذا راه كيمشي حدا الدار ديالي حتى البرونكس الفوق، حتى اليانكي ستاديوم or even past. انا كنتسنى التران باش تطلع سنترال بارك. المترو في هاد الوقيته د النهار ما كيكونش مشغول بزاف، ما كاينش بنادم بزاف كيتحرك هنايا.
طلعت لواحد المحطة وقيلا زدت نلقى 56، ولكن ما عرفتش كيفاش نخرج. اول مرة جيت لهنايا عاد وراني واحد خونا هاد لاسانسور، طلعت فيه وانا خرجت هنايا في مناطن. غادي نطلع مع هاد الشارع كبير حتى نوصل لسانترو بارك، مبغيتش نمشيلو بالمترو، بغيت نطلع نتسركل شوية هكا على كرسي متحرك. اول مرة كنجي لهاد المدينة هادي بكرسي متحرك، اخر مرة كنت هنايا كنت كنتمشى هنايا في مناطن سانترو بارك ولا هاد فيفت افنيو ولا مناطن كاملة خيطتها على رجليا. دابا اول مرة كنجي بكرسي متحرك، دونك باش نلقى المحطة اللي فيها لاسانسور راه هادشي عاد كنتعلملو اول مرة، ولكن طلع هكا بكرسي متحرك مرتاحة. كان حسب لي غادي يجيني مكرفس، غادي نتعذب بزاف، ولكن لي تروطوار والبارك كامل عرفتي، اي بلاصه مشيت ليها مقاده الكرسي متحرك. واحد اللي ما يقدرش يمشي عنده منين يدوز، ديما عنده منين يدوز. احنا وصلنا سنترال بارك. تلاحظوا في هذا الفيديو تقريبا الوقت كامل اللي كنت في البارك كنت شاد التليفون، ماشي حاضر التليفون، راه كانت منظر، ولكن كنت باغي نعرف راسي اكزاكتومون فين غادي ندوز بكرسي متحرك، حيت فاش كنت على رجليا راه ما وصلتش لفين وصلت هاد المره بكرسي متحرك. باتري الكتريك راه كيف قلت لك كتضرب 12 ولا 15 كيلومتر، دونك ما زقلت والو، مشيت لبلايص اللي كنت باغي نمشي ليهم كاملين. هاد المسار كامل ما كملتش فيه حتى ساعتين كامل. احنا وصلنا للقنطرة، شوف هاد المنظر كي داير. مشيت نتحرك عاود هنايا في هاد المقطع. انا عاقل كنت كنفكر انا مزهار بزاف انني جيت نعيش في هاد المدينة هادي. دابا اللي بديت كنستعمل الكرسي متحرك راه يلا 3 سنين هادي باش بديت كنستعمل. هاد المدينة احسن بلاصة في العالم كامل اللي نقدر نعيش فيها، حيت امكانيات ديال الوصول اللي كاينين هنايا في نيويورك ما كاينينش في ولايات اخرين ومدن اخرين، راه قلال بزاف. شنو ما بغيت ندير هنايا راه كاين الحل، فوتي غولون ولا على رجليك ما كاينش فرق. هنايا بديت كنفكر خصني نبدا نخطط الطريق ديال الرجوع، ولكن بغيت نطلل على الضايا عقلت عليها فاش كنت جيت على رجليا هادي سنين. ومور هاد الضايا كاينه واحد الزنقه طويله زوينه بزاف.
منظر زوين بزاف وكاين فيها لي زارتيست وشحال ديال الناس كيبيعوا شحال من حاجة، وواحد الفايب هنايا مرتاحة بزاف. خليكم تمنظروا. هنايا كيف كتشوفوا صافي برانش التليفون شارجي شوية، غادي نخرج بحالي من البارك ونقلب على الطريق الرجوع. هنايا فاش رجعت التحتاني ديال البارك قررت غنمشي لواحد المحطة كبيرة سميتها كولومبوس سيركل، حيت في كولومبوس سيركل كناخد تران دي ترين، تران كينزل من هنا حتى لعندي للدار في الجنوب ديال بروكلين. تران واحد ما كاينش لي ترانسفير كاع. في هاد الوقيته ديال النهار صافي كيكثر بنادم في السابواي سيستم، بنادم اللي تسالى المدرسة واللي تسالى الخدمة وراجع للدار مع ديك 4 ولا 5 د العشية، كيكون ترافيك بزاف، كيكون عامر التران. دغيا وصلت، هادي هي المحطة ديالي، هذا هو لاسونسير اللي كان خاسر في الصباح ملي كنت خارج. هادي هي المحطة اللي حدا الدار. عزيز عليا ننزل في هاد المحطة هادي، سيرتو في هاد الوقيته ديال النهار كيكون قرب الغروب، الشمس كتكون الجو زوين هنايا في هاد الحي. حيت شوية د الوقت غادي تحطو هاد الطريقة هادي، كنقطع هاد البارك هذا وكننزل مع الشارع ديال نازل محطة التران، غادي يتحفظوها هاد الطريقة. هنايا عاقل كنت جيت باغي ندخل للمرحاض، قلت مع راسي صافي راه وصلت للدار. نتمنى تكون عجباتكم هاد الخريجة هادي سانترال بارك، ونولي نخرجكم ان شاء الله تايم سكوير بلايص اخرين. ساريكم معايا في نيويورك. يلا مع السلامة.